بص بقى، لو انت عايز تبدأ وتحقق دخل من الانترنت بس مش عارف تبدأ منين، فالفيديو ده معمول ليك. انا جاي لك بأفضل 8 طرق تبدأ بيهم حتى لو ما عندكش اي خبرة خالص. ويلا بينا نبدأ علشان ما نطولش على حضراتكم. اول طريقة معانا العمل الحر، يعني لو عندك اي مهارة بسيطة زي الكتابة او الترجمة او التصميم، تقدر تفتح حساب على مواقع زي فايفر أو أبورك وتبدأ تبيع خدمتك. وتاني طريقة للربح من الإنترنت، إنشاء قناة يوتيوب. صدقني مش لازم تكون خبير، أي محتوى بتحبه أو بتعرف فيه حاجات كتير اعمل فيديوهات ونزلها، علم غيرك. القناة هتنجح بس مع شوية صبر وشوية استمرارية، وصدقني هتحقق دخل كويس جدا. الصبر والمثابرة هيساوي تحقيق دخل جيد جدا جدا جدا. وتالت حاجة التسويق بالعمولة. ببساطة بتسوق لمنتجات مش بتاعتك، وكل عملية بيع بتحصل من خلالك على وبتاخد عليها عمولة. في مواقع كتير زي أمازون بتوفر لك برامج أوليت. رابع حاجة كتابة المحتوى، يعني لو بتحب الكتابة في مواقع مدونات محتاجين مقالات بالعربي أو الإنجليزي، وكل اللي عليك تبيعها على نيات بس كده من شغلك، وممكن تبدأ تحقق دخل ثابت. وخامس حاجة التصميم الجرافيكي، لو بتحب التصميم وبتحب تشتغل على برامج زي التصميم وكده، في تطبيقات مجانية تقدر تستخدمها وتصمم من خلالها لوجوهات، بانرات، صور شخصية، حاجات كتير وتبيعها على مواقع معينة. وبرضه في عندك الفيسبوك، وصدقني المجال ده شائع جدا 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 جدا. صدقني يعني دي حاجة كويسة جدا، والمجال ده ادخلوه، لأن أغلبنا دلوقتي بيدخلوا معانا على البثوث المباشرة بنراجع قنواتهم. إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل كالآتي: بنلاقي القناة بتاعته إنها ما فيهاش أي الصورة، البانر، الحاجات كتير أوي، الصور المصغرة، ده كله حاجات مش كويسة. وفي ناس بتتعامل مع الناس اللي زي كده. مثلا أنا شخص عندي قناة يوتيوب، بمثل قناتي لشخص يديرها، والشخص اللي يديرها ده محتاج يتعامل مع شخص بينشئ لوجوهات علشان يقدر، أو شخص بيصمم صور برضه بينشئ لوجوهات في نفس الوقت علشان يقدر يصمم له الصورة المصغرة. فهي كلها يعني دلوقتي مجال التصوير بشكل عام وإنشاء الصور تمام، رغم انه الناس بدأت يعني تنشئ قنوات يوتيوب وتعمل حاجات كتير، محتاجين ليكم فادخلوا المجال ده وتعلموا فيه حاجات كتير. وصدقني انت ناجح من دلوقتي، انا بقولك صدقني. وسادس حاجة بيع المنتجات الرقمية. زي ايه؟ زي الكتابة الإلكترونية، تصميم جاهزة، كورسات. بتجهز المنتج مرة واحدة، بتبيعه طول العمر وانت مرتاح. هو المنتج واحد وانت بتسوقه بتعيد بيعه مفيش اي مشكلة. زي كرسي معين، كرسي انجليزي مثلا، مش كل يوم هتنشئ كرسي لا، هو كرسي واحد هتتغلب عما تنشئه وبعدين هتنسخه، وبعد كده خلاص هتبدأ توزع منه نسخ وتبيع منه نسخ براحتك جدا. مثلا كورس تعلم قواعد اليوتيوب، مين فيكم فكر يعمل كورس تعلم قواعد اليوتيوب؟ انا شخصي مفكر اعملها بس طرحتها عليكم، يا ريت تجاوبوني. هل لو انا عملت الكورس على شكل مش الكتروني، لا هو لو الكتروني مية مية هيكون. لو في ناس عايزاه الكتروني مفيش مشكلة بنعمله. لو في ناس عايزة الكورس يكون ورق بيكون افضل واحسن بكتير. انا مفضل الورق والالكتروني اتنين واحد، بس الاكتر الورق. انت بتفضل ايه والفكرة حلوة ولا لا؟ مثلا من انشاء قناة يوتيوب انك لازم تستخدم كذا، والاساسيات بتاعت انشاء قناة اليوتيوب مثلا انه لازم يكون عندك مش افضل كاميرا، لا لازم لو استخدمت تليفون ونجيب لك على التليفون صح، لا افضل كاميرا غلط في البداية. ده بعد كده التطوير. اول شهر من الاستخدام ممكن هنحط لك الحاصل للمشتركين بتاعك، وبعد كده يعني انا بديك كمان النصايح ديت بحيث انت لو حابب تعمل كورس معين يكون عندك حاجة زي كده. اول شهر من انشاء القناة هيبقى معاك مبلغ من المشتركين او عدد من المشتركين، مثلا وليكن 200 مشترك. تاني شهر هتبدأ تطور من القعدة اللي انت فيها، او تبدأ تحط شاشة زي اللي جبناها دي او حاجة زي كده. وبعد كده يعني تبدأ وتعمل حاجات حلوة علشان تقدر تنجح. انت متخيل
يعني النجاح مش هيكون بالسهل، يعني النجاح هيبدأ تدريج بس بالأخير أنت اللي هترتاح، صدقني بالأخير أنت اللي هترتاح راحة من ناحية كل حاجة، لأنك خلاص ما عادش هتعمل أي حاجة، الكرسي موجود وكل ما عليك نسخ وبيع نسخ وبيع، وبيع بقى براحتك. وبص بقى كده، اشتركوا بقى يا جماعة. الله، هو احنا كل يوم هنفضل ونحط ونربط الدنيا ونرتب الدنيا وانتوا ما تشتركوش؟ يا ريت اللي شاهدنا دلوقتي، يا ريت اتمنى من كل قلبي انه يشترك. بص جبنا لكم ايه، اشتركوا بقى، يلا اشترك. الله، بس دوس الزرار ده، الزرار اللي بيكون هنا كده، بس كده بس كده، يعني كل زرار واحد هتكبس عليه وخلاص، وتابعني اول باول علشان انا استفيد وانت تستفيد. شكرا ليك على الاشتراك، اشترك يلا. وسابع حاجة، إدارة حسابات السوشيال ميديا. في ناس وشركات صغيرة مش فاضية تدير حساباتها على فيسبوك وانستا، وهنا دورك انك تدير لهم الفيديوهات، تنشر لهم محتوى مقابل مرتب شهري. وصدقني دي حاجة ناجحة. انا عندي قناة يوتيوب، انت زي نظام بتسوق لها، مثلا بتقول ان القناة ديت حلوة مثلا، او بتقدم محتوى كذا، وتنزل لها اعلان وتنزل لها حاجات حلوة. وكالشركات مثلا، وليكن شركة بسكوت مثلا، انت حبة البسكوت بتمشي هنا في الأسواق معروضة، الناس واخداها معاها وطالعة، ده كله بتاخد عليه مرتبات شهرية، مرتبات عالية جدا. وحسب شغلك، كل ما أتقنت شغلك وخليت شغلك احترافي، كل ما الفلوس بتاعتك زادت وبقت حلوة من الآخر يعني. فاشتغلها، ودي شغلانة ممتازة جدا جدا جدا. تامن حاجة، الاستثمار البسيط. يعني لو معاك مبلغ صغير تقدر تبدأ وتستثمر في الأسهم أو العملات الرقمية، بس خليك واعي وما تغمرش في مبلغ أنت محتاجه. يعني ما تروحش تحط في التسويق والحاجات اللي زي كده والتداول، واحد ينصب عليك ويحمسك بكلمتين تقوم جاي مديه وليكن 50,000 جنيه، ويقول لك انت لو اديتني كل ما عليت الرقم وخليته 50,000 100,000، كل ما فلوسك هتتداول أسرع وكل ما هتجيب لك فلوس أكتر وهيتضاعف ومش عارف إيه، وياكل بعقلك حلاوة يا عمي، وانسى الموضوع خلاص كده. انت عقلك طار منك وتبدأ بقى وعايز فلوس عايز فلوس، وبعد كده ايه، ما تلاقيش لا فلوس ولا اي حاجة. فخلي بالك من الحتة دي، خلي بالك من الحتة دي، خلي بالك من الحتة دي. اغلبنا بيتنصب عليه زي كده. دول كانوا أفضل 8 طرق تقدر تبدأ بيهم وتغير حياتك، وأهم حاجة إنك تختار الطريقة اللي تناسبك وتبدأ فورا. وما تنساش تقولي في الكومنتات أنت ناوي تبدأ بإيه، وما تنساش تقولي قصص نجاحكو كانت عاملة ازاي بالتجربة ديت. ارجع للفيديو بعد سنة وسنتين وتلاتة وقولي قصة نجاحك كانت عاملة ازاي، هل نجحت، هل فشلت، هل حصل معاك ايه. ما تنساش الاشتراك. سلام عليكم.